الاخوان السلام عليكم، تحيه طيبه للجميع. كنتمنى الجميع يكون بخير وعلى خير. كنشكركم على التفاعل ديالكم. اليوم راه حنا في واحد المنطقه اللي هي تبارك الله رائعه، اكثر من رائعه. بغينا نشاركوا معكم هذه الاجواء ونعرفوا لكم بالمنطقه، يعني فين كاينه وفين كتواجد والاقليم فين كاينه ولمن كتنسامي. الاخوان بالنسبه لهذه المنطقه هذه يعني كاينه في اقليم مولاي يعقوب، وبالضبط في دوار مقرة جماعة الولجة. يعني هذه المنطقة هذه بعيدة على فاس بمسافة 40 كيلومتر، واحد الساعة ديال الطريق. يعني ما فيها باس الانسان الا بغى يجي لهذه المنطقة هذه، راه كاين فين يجلس، كاين فين يفوج هو وليداتو. راه واحد البلاصة اللي هي رائعة. والمهم كاين فين يسطالي الحديد، يعني ندوز واحد الويكاند زوين. هنايا راه منطقة يعني منطقة سياحية بامتياز. صور لهم خيوس، صور لهم الواد. انتم الاخوان بالنسبه للطبيعه كيفاش دايره الطبيعه، راه كاين الواد، كاين هنايا الفرام، كاين بزاف د الحوايج. بالنسبه للطريق اللي كتجيب هاد البلاصه، راه هي ليه طريق حمريه، يعني معروفه في اقليم مولاي يعقوب طريق حمريه. هادي هي الاجواء اخوتي. بالنسبه للبلاصه راه هي رائعه. كاين فين مثلا يسطالي بنادم الحديد ديالو، يعني مساحه كاينه. وهذه هي الاجواء اخوتي. هذا راه واد إناون الغني على التعريف، يعني راه كلشي كيعرف إناون. هذه هي المنطقه. راه بالنسبه للمنطقه راه هي سياحيه 100%. وتحياتي لكم اخوتي، وكنتمنى نكونوا عند حسن الظن ديالكم. كنتمنى تزوروا هذه المنطقه اللي هي رائعه صراحه. السي يونس، قلنا شي كلمه على هذه البلاصه. اخويا مرحبا، علاش لا. دابا انت قول لنا بعدا منين جاي باش تمتع بهذه الطبيعه هذه. السلام عليكم الاخوان، كي دايرين بخير وعلى خير. اخوتي انا جاي من فاس، جينا لهنا. هذه المنطقه ديالنا، البلاد ديالنا، الاصل ديالنا هو هذا. وجينا ضاربين هاد الدويره غادي نبدلوا الجو شي شويه ونشوفوا المناظر تبارك الله. الانسان كيغير داك الروتين ديال المدينه اللي هو كيعيش فيها وكيجيب روتين واحد اخر جديد، يعني طاقه جديده، ايجابيه جديده. طاقه جديده. مرحبا. انتم سمعوا تبارك الله الطبيعه كي دايره خيرة الله هنا موجوده. الواد اللي بغى يطيب شي طويجين يجيب العائله. ما شاء الله الدنيا زينه تبارك الله، اللهم بارك. هادشي اللي الله يزيدنا من خيره. هادشي اللي كاين والحمد لله. ومرحبا بالجميع. ومرحبا بالجميع وتحياتي ليكم. كنتمنى تتفاعلوا مع هذا الفيديو. تبارك الله عليكم.